شهدت إحدى المباريات التي جمعت بين نادي أولمبيك أسفي وفريق جزائري أجواء مشحونة منذ اللحظات الأولى، حيث طغى التوتر على المدرجات قبل أن يصل إلى محيط أرضية الملعب. فمع دخول مجموعات من الجماهير الزائرة ارتفعت حدة الشعارات والهتافات، بعضها كان رياضيا والبعض الآخر خرج عن الإطار المعتاد، ما خلق حالة من الاحتقان بين الطرفين. في المدرجات حاولت فئات من الأنصار فرض حضورها بقوة عبر رفع لافتات وترديد عبارات استفزازية، وهو ما لم يرق لجماهير الفريق المضيفة التي ردت بدورها بهتافات مضادة. هذه الأجواء المتوترة وضعت عناصر الأمن في موقف صعب، حيث كان عليهم التدخل لضبط النظام ومنع أي احتكاك مباشر قد يتطور إلى ما هو أخطر. مصادر من عين المكان أكدت أن بعض التصرفات الفردية ساهمت في تأجيج الوضع، سواء من خلال محاولة الاقتراب من مناطق غير مسموح بها أو توجيه كلمات غير لائقة. ومع ذلك تمكنت الأجهزة الأمنية من احتواء الموقف بسرعة وإعادة الأمور إلى نصابها قبل انطلاق المباراة. مثل هذه الأحداث تعيد طرح سؤال مهم: هل ما زالت بعض الجماهير تخلط بين الحماس الرياضي والتصرفات غير المسؤولة؟ فالملاعب يفترض أن تكون فضاء للتنافس الشريف، لا ساحة للتوتر أو الاستفزاز. تبقى كرة القدم لعبة تجمع الشعوب، وما حدث يعد تذكيرا بضرورة تعزيز ثقافة التشجيع الحضاري سواء داخل المغرب أو خارجه، حتى تظل الرياضة وسيلة للتقارب بدل أن تتحول إلى سبب للخلاف.